الله وبركاته. ازيكم يا كل اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حياتك تفضل في راحه وفي امان. النهارده جايه لكم بوصفه حلوه جدا. هي معايا بطاطس، طريقه صينيه بطاطس بالبانيه حلوه جدا هتعجبكم، ومعاهم رز بالشعريه، ومعاهم بتنجان مخلل، يعني اكل على قد بتنجان المخلل اهوت، اكله على قد الايد وفي نفس الوقت لذيذه جدا. جربوها هتعجبكم قوي قوي والله العظيم، جميله اللهم بارك، حلوه وفي نفس الوقت اقتصاديه، مش مكلفه جدا. انا عامله من نص كيلو بطاطس، عملتها شرايح، ومعايا نص كيلو بانيه او ربع، يعني هو المكلف كله هو حق نص كيلو بانيه بصراحه. لكن انا كان عندي البطاطس وعندي القطع، ومستخدمه قطعتين 2 بس، وبصلايه واحده كبيره، وكان عندي بتنجانتين دول في التلاجة، ومع نص كيلو رز وكيس شعريه. عملت اكله جميله جدا، اتمنى تكون تعجب حضراتكم وتعملوها وتقولوا واستنى تعليقاتكم الحلوه وتقولوا ايه رايكم فيها. والله العظيم جميله جدا جدا. لازم يبقى بطاطس كده مع الرز، طعمها حلو قوي قوي قوي. جربوها بنفس طريقتي عن البطاطس اللي هي العاديه جدا، اللي هي البقوطه او معاها الوراك او معاها الفراخ. لا، جربوها بالطريقه بتاعتي دي هتعجبكم قوي. والله العظيم البطاطس بتاعتها فيها عامله زي العجميه، حلوه جدا لذيذه جدا جدا جدا، وطعمها حلو قوي وريحتها تجنن. وشويه رز بقى مفلفلين، ومعايا بتنجان روعه، ومعايا طبعا تاكليها بالعيش اجمل واجمل. جربتها بالعيش وجربتها بالرز، الاتنين اجمل من بعض اقسم بالله. عايز يعني البانيه والبطاطس طعمها يجنن. الصوص اللي هو فيه ديت مخلي البطاطس، مخلي صينيه البطاطس دي في حته تانية. والله صينيه المتعه بالنسبه لي حلوه جدا جدا جدا. جربوها واستنى تعليقاتكم الحلوه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتعملوا لي لايك، وقلبي زيكم كده زي قلبكم اللي زي العسل، عشان انا بدعم انتوا بتدعموني بلايكاتكم وبتعليقاتكم الحلوه، بتدوني حماس اكتر واكتر عشان افضل مستمره، عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى تكون اكلتنا النهارده عجبت حضراتكم. استنى تعليقاتكم. يلا بينا على الطريقه. قبل ما نبدا هنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. حضرتك تفضل في راحه وفي امان. ادي البطاطس عملتها بالشكل ديت. اهم حاجه يبقى سمكها رفيع زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده اهوت. لازم السمك يبقى رفيع كده. هي تبشريه تعمليها على غسلتها كويس قوي وصفيتها. هحط عليها تتبيله ديت لوحدها خاصه. هحط عليها شويه من الزيت اهوت، شويه من الزيت، لو زيت زيتون يبقى احلى برضو. شويه من الصويا صوص، الصويا صوص ديت ده كله على البطاطس. قد معلقه بالشكل ده كده. الصينيه دي انت اللي هتبقى حلوه جدا، هتعجبكم جدا. غير المعتاده اللي هي بالفراخ، او غير البانيه المقلي والبانيه كذا، يعني كذا اختراعات بتعملوه في البانيه، اذا كان شاورما او مقلي او صينيه بتعملوه لوحده. لا، انا هحط لكم النهارده في الصينيه واوريكم، هيبقى طعمها تحفه. جربوها بنفس طريقتها هتعجبكم قوي. وهحط بقى هنا من التوابل بتاعتي. هحط شويه من الروزماري، لو مش متاح عندك روزماري عادي بس هو بيديله طعم، ولو اخضر يبقى احلى طبعا، بس انا عندي مجفف دلوقتي. رشه من الروزماري، رشه صغيره من القرفه بالشكل ده كده. نص معلقه من الفلفل الاسمر، لان الاكله دي بتحب الفلفل الاسمر زي ما انتم شايفين كده. رشه من السبع بهارات، ربع معلقه من السبع بهارات كده اهوت. هنحط رشه من جوز الطيب، هبشر بشره من جوز الطيب. اهي حطيت بشرت رشه من جوز الطيب اهي بالشكل ديت، عشان بس ماسكه التليفون. وهروح عامله ده كله الخليط ده مع بعض جدا جدا جدا، يعني افضلي اعملي كده في البطاطس لحد ما التوابل كلها تفرغها من بعضها. اهم حاجه عشان تشرب كل التوابل بالشكل ده كده. بصوا افضلوا اعملوا كده لحد ما كل التوابل تنزل من كل البطاطسايه، تمسك كل بطاطسايه في البطاطس. على فكره يا جماعه ده نص كيلو بطاطس انا بشرها بالشكل بالرفع ديت، هتديكي الكميه دي. نص كيلو بطاطس عملت معايا الوليمه دي، هتعمل معايا احلى صينيه دلوقتي وكلها هيحبها. ممكن تاكلها بقى مع عيش، ممكن تعملوا جنبها شويه رز، زي ما انا هعمل رز بشعريه جنبها
حلوه جدا ولذيذه جدا اهي بالشكل ديت. هخلطها كلها مع بعضها اهي بالشكل ديت. هاخد نص معلقه من البصل المبشور، هحطه كده. هاخد ربع معلقه من الفلفل هريسه الشطه، هاخد برضو ربع معلقه من الثوم. انا برضو هحط في كل حاجه على فكره، بس انا بتبل كل حاجه لوحدها عشان تاخد الطعم، مش اكتر ولا اقل. اهو بالشكل ده كده، وهفضل اخلط كده كويس جدا. والله ما قادره اوصف لكم، ريحتها حلوه جدا جدا جدا. لسه في توابل هحطها طبعا، بس انا بتبل البطاطس الاول دي كده. والله ريحتها اقسم بالله روعه. ركناها على جنب. هجيب البانيه، ده نص كيلو من البانيه، ممكن تجيبوا ربع برضو على قد الكميه اللي انتوا تعملوها. هنتبلها برضو نفس التتبيله اللي احنا عملناها مع البطاطس بالشكل ده كده. ليه هتقولوا لي ليه يا ام يوسف بتتبلي كل حاجه لوحدها؟ عشان كل حاجه تشرب من التتبيله لوحدها. ادي فص من الثوم، فص من هريسه الشطه. انا عايزه التتبيله تاخد وتدي مع كل حاجه، فاهمين قصدي؟ هنحط بصل، معلقه من بصل هريسه الشطه. هنحط نفس التوابل اللي احنا حطيناها، خليكم معايا. حطينا اهوت البصل المفروم. هنحط بقى التوابل، رشه من السبع بهارات، رشه من الفلفل الاسمر، رشه من الكاري، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، شويه من الكزبره الناشفه. كل ده هنخلطه مع بعض كويس جدا. وهناخد بشره من الطماطم اللي احنا بشرناها. هعمل ده كله كده مع بعض كويس جدا قوي قوي كده. هخلطهم برضو مع بعض مع معلقه من الصويا صوص، معلقه صغيره جدا، معلقه هي من الصويا صوص، معلقه صغيره من الزيت، رشه صغيره برضو من الزيت، لان مفيش اي ماده دهنيه نحطها تاني بالشكل ده كده اهوت. اهيت لازم كل حاجه تتبل لوحدها عشان كل حاجه تاخد الطعم بالشكل ده كده، شايفين اهي. والله ما قادره اوصف لكم ريحه البطاطس وريحه البانيه رهيبه قد ايه. هنجيب بقى بوله تانية لوحدها، هنعمل فيها الخليط كله اللي احنا هنحطه عليها المفروم. خليكم معايا. جبنا البوله دي مطرح البطاطس على فكره يا جماعه، مش بستخدم مطرح البطاطس، نقلتها في بوله صغيره. دي البوله اللي هي مطرحها. معايا بصلايه كبيره مبشوره بالشكل ديت، هحطها هنا كده. دي بقى اللي هنسقي بيها الصينيه كلها مع بعضها، بس لازم اعمل لها تتبيله لوحدها خاصه. معايا طماطميتين مبشورين بالشكل ده، مبشورين. معايا معلقه كبيره من هريسه الشطه، ممكن تستغنوا عنها عادي. معايا معلقه من الثوم المهروس بالشكل ديت، نص معلقه من الصويا صوص عشان احنا حاطين طبعا. هنحط بقى من جميع توابلنا، اهم حاجه البابريكا عشان احنا محطناش بابريكا. هحط معلقه كبيره حلوه قوي البابريكا. هحط في توابل فراخ السبع بهارات، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، كتروا الفلفل الاسمر، قلت لكم الاكله دي بتحب الفلفل الاسمر، كزبره ناشفه، السبع بهارات مع نص معلقه من الكمون. هنحط نص معلقه من الملح. هحط 2 من مرقه الدجاج بالشكل ديت. ادي اول مكعب، تاني مكعب حطينا هما 2 من مرقه الدجاج. هنحط مع نص معلقه من السكر، حاجات بسيطه من السكر يعني لا تسكر عشان الطماطم طبعا والحموضه اهي. ربع معلقه من السكر. هنقلب كل التوابل ديت كويس جدا جدا بالشكل ديت. انا هنفركم مع بعضيهم، انا هلبس جوانب وهعملهم كلهم. هقلب كل التوابل، حطينا 2 ورق لوري، حبيتين من ورق اللوري. هضع كل الكلام ده كويس جدا جدا بالشكل ديت. هحط حبه من الزيت، افرض كده حبه زيت صغيرين جدا.
بالشكل ديت كده. مش هحط اي ماده دهنيه تاني بالشكل ديت. هي كده بقت جاهزه معايا. والله الصينيه دي هتعجبكم جدا جدا. هنجيب الصينيه بتاعتنا اهو. جبت الصينيه اللي هنعمل فيها، جبت عليها معلقه سمنه بس ان انا ادهن بقى الصينيه كلها زي ما انتم شايفين كده، واكون مولعين الفرن. انا هديها غلوه واحده على البوتاجاز من فوق، وبعد كده هحطها في الفرن مباشره. ممكن على فكره اغطيها بورق فويل واحطها في الفويل على طول، بس انا هديها غلوه واحده على البوتاجاز بالشكل ده كده. هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا هرصها بالشكل ديت. رصي كل بطاطسايه كده بالشكل ديت، يكون رق سميك اهم حاجه من تحت اهوت. رصيها بالشكل ده كده كله على الصينيه بتاعتك. والله العظيم ريحه البطاطس تحفه يا جماعه، وهي نيه حلوه جدا. فين اخواتي اللي بيدعموني؟ فين لايكاتكم؟ صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. خلي الصلاه على الرسول دايما في بقكم، صدقوني حياتكم هتفضل في راحه دايما. صلى على الرسول واستغفروا الله دايما. استغفر الله العظيم على كل شيء. خلينا كده دايما هنحطها بالشكل ده عشان ربنا يطرح لك البركه في كل حاجه بتعمليها. دخلنا اهو بالشكل ديت، عملناهم كده فردناهم كويس قوي في الصينيه بتاعتنا. ممكن تتحكمي في الكميه اللي انت عايزاها، تعملي كميه اكبر، بس انا بقول لكم جربوها الاول في كميه صغيره وبعد كده اعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. هرص بقى البانيه بالشكل ديت. افرديه كده، اهم حاجه تفرديه كله عشان ياخد طعمه بتاع البطاطس. افردي الحته بحته كده اهيت. انا هفردها بالشكل ده كلها. رصيتها اهو بالشكل ده كله. هنحط عليها بقى التتبيله اللي احنا عملناها ديت بالشكل ده كده. هفردها بقى بالشكل ده كده عليها. خليها كده كلها تشرب كده من عليها. كل ده هينزل تحت وهيتشرب معاه. بالشكل كده. وبفوق بس مرق الدجاج هفرزها كلها كده عليها. هي تاخد دي مع بعضها. ممكن اديها غلوه في الفرن اهي بالشكل ديت. هو ده شكلها. طبعا مش هنحط اي اضافات تاني عليها، هسيبها بالشكل ديت تاخد غلوه واحده على البوتاجاز من فوق، وهروح مدخلها الفرن على طول. هو ده شكل الصينيه اهيت ما شاء الله عليها. علقناها على عينها. هنغطيها وهنسيبها تاخد غلوه واحده ونحطها في الفرن. انا مولعه على الفرن برده عشان يسخن قوي. طبعا اول ما تاخد الغلوه بتاعتها هنجيب حله هنعمل فيها شويه رز بشعريه حبه حلوين كده. جبنا حطينا عليها معلقه من السمنه البلدي وعليها حبه من الزيت. هنخليهم يسيحوا كويس جدا. نعمل بقى شويه رز حلوين جدا معاها. ممكن تعملي تاكليها بعيش، تستكفي بقى كده بشويه عيش، شويه بصل محمره وشويه بتنجان مخلل ومعلقين برده على زيت، عشان معايا عندي هنا يجي حوالي نص كيلو من البتنجان هنقليه، نعمل جنبهم بتنجان مخلل يفتح نفسه برده. هي الصينيه مش محتاجه والله، جميله جدا، جربوها هتعجبكم. استنينا لحد ما السمنه ضحت. هنحط الشعريه. احنا بنحب الشعريه اكتر من الرز، بالذات الرز ابو شعريه ديت. وهقلي فيه لحد ما تحمر كويس جدا. معانا اهو بتنجانتين خليتهم في التلاجة، هنقليهم دلوقتي ونخللهم. اهي الشعريه اتحمرت اهيت زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. معايا كوبايتين من الرز بالشكل ديت، غسلهم كويس جدا. رز مصري عادي. هقلبه كويس جدا بالشكل ديت عشان يطلع معاكي مفلفل. حطي الملح وقلبيه شويه. حطي الملح. في ناس بتسقيه بشوربه وفي ناس بتسقيه بميه. انا ما بحبش بشوربه بصراحه، فبسقيه بالميه عادي اهوت. هقلبه كويس جدا.
هسيبه شويه يتقلب شويه، يتشرب شويه بالملح بالسمنه والزيت والحاجات بتاعته دي يعني، شويه على النار عشان يطلع لي مفلفل. هقلبه شويه بس على النار كده. قلبت اهو دقيقه على النار. وزي ما انتم شايفين كده سبته على النار شويه يتشرب. هتحسوا ان هو كمان مقرمش معاكم شويه اهوت. هو ده اللي انا عايزاه. هسقيه بقى بالميه. خلي بالكم من سلقه الرز ده بالذات، لان في رز بياخد ميه زياده وفي رز لا. هقلبه كده كويس جدا. كده مظبوط في السويه بتاعته وفي ملحه. هنغطيه ونسيبه مع نفسه. نبص على الصينيه. اللهم بارك ما شاء الله، والله ما قادره اوصف لكم ريحتها عامله ازاي، جميله جدا. كده انا هحطها في الفرن. هي دي كده غلوتين حلوين. هحطها في الفرن اهي بالشكل ده. انا حطيتها اهوت في الفرن، ولازم يبقى الصوص بتاعها كده في ميه بسيط عشان يبقى حلو مع الرز. هسيبه بقى في الفرن لمده لا تقل عن ساعه الا ربع بالشكل ديت، وهرجع لكم تاني نبص عليها. ودلوقتي ما هم بتنجانتين اهو بعد ما لقيناهم عملنا لها تتبيله حلوه قوي. هريسه شطه معاها فص من الثوم مهروس، فص واحد بس عشان ما بحبش الثوم فيها كتير. حطينا ملح، ليمون، خل، نص معلقه من الكزبره. الكزبره بتديها تيست عالي جدا، طعم حلو قوي. الكزبره الناشفه طبعا. هنعمل خلطناهم كده مع بعضيهم. هروح جايبين البتنجان فاتحينه بالشكل ده كده، وراها عاملاه كده اهوت بالشكل ديت اهيت. وراح خلطها بالشكل ده كده، وفي اي علبة حفظ عندك اهيت بالشكل ديت. هنعمل كل الكمية كده. البتنجان ده بيبقى طعمه حلو جدا بالشكل ده كده. هنخلي كل الحتتين اللي احنا عملناهم دول كده نحملهم، هنخليهم بالشكل ديت. البتنجان ده حلو جدا. انا وولادي بنحبه اكتر من المسلوق عامه يعني، مع ان المسلوق في الصيف حلو، بس احنا خلاص بقى احنا دواخل الشتاء. كل سنه وانتم طيبين كده. كل واحده تديني كده افكار حلوه للشتاء. مين طلع الشتوي ومين رص دولابه. انا لسه عملت دولاب الاطفال بس لسه الكبير. واحده واحده بنطلع لان الجو عمال يسقع يعني يبرد شويه ويحرر شويه. خلاص بقى كل سنه وانتم طيبين اجواء الشتاء. وعايزه دايما الكل يدعي لفلسطين وغزه، ربنا معاهم وينصرهم دايما يا رب العالمين. خلصنا اهوت. هحط التتبيله دي هنا كده اهوت بالشكل ديت. خلصنا اهوت. هعصر عليها ليمونه بالشكل ديت في علبه الحفظ بتاعتي. طبعا احنا حاطين فيها خل، حاطين فيها كل حاجه بالشكل ديت كده اهوت. ودلوقتي اهوت فتحنا عليها بعد ما عدى نص ساعه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها. مش قادره اوصف لكم جمالها ولا ريحتها حلوه جدا. كده هي خلصت معايا. وهنبص على الرز بالمره. بسم الله ما شاء الله على الرز. بصوا مفلفل وجميل ازاي، اللهم بارك ما شاء الله. شويه رز واقسم بالله تحفه. هنحط دلوقتي وهوريكم الشكل النهائي كده اهوت. الشكل ده النهائي بتاعها. هنطلع بقى بالقطعه كده. بصوا بالشكل ده كده حلو البانيه كده اهوت. والله ما قادره اوصف لكم الصوص. بص اساسا لوحدها مديها طعم حلو جدا بالشكل ديت اهيت. لما تطلع معاكم بالقطعه كده بتبقى فيها طعم تاني اهوت زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نطلع كده. بصوا البطاطس بتستوي معاكم بسهوله ازاي، عجميه رهيبه جدا في الطعم كده اهوت مع قطعه البانيه. بصوا بكل سهوله معاكم كده اهوت.
والله العظيم طعمها حلو جدا جدا، مع حته بتنجان من المخلل او بالعيش بتبقى اطعم. مم. حلوه جدا والله. اتمنى تكون تعملوها وتعجبكم، واستنى تعليقاتكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها. وتبقى هي دي اكلتنا النهارده، شويه رز مع شويه بطاطس بالبانيه حلوه جدا، مع البتنجان بتاعنا المخلل اللذيذ ديت، مع بتنجان بالمخلل اللذيذ ديت. وتبقى هي دي اكلتنا. هي سلام بقى مع حته عيش كده ناشفه كده اهوت، مع حته بانيه كده اهوت بالشكل ديت. والله العظيم اقسم بالله العظيم رهيبه 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 في الطعم. يا ريت تجربوها بنفس طريقتي ديت وتقولي لي ايه رايكم. وبكده تكون حلقتنا خلصت، واتمنى تكون عجبت حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.